مدرس دخل على طلبة قال لهم أنا هديكم كل واحد قطعة حلوى، بس اللي هيستنى يومين على القطعة دي مش هياكلها هياخد 10 قطع. فالفصل كله أكل القطع بتاعة الحلوى دول ما عدا اتنين صبروا. طبعا الاتنين دول شايفين إن الفصل كله بياكل فقاعدين متعذبين جدا لحد ما فات يومين وبقى الاتنين دول بقى معاهم كل واحد 10 قطع. فالفصل كله قعد يبص لهم يقول بص ده محظوظ، ده الاتنين دول بقى محظوظين، ده بقى معاهم 10 قطع. طب واحنا لأ، ده احنا ملناش حظ، ده احنا الاتنين دول محظوظين. ده بالظبط اللي بيحصل في الحياة. في ناس بتنزل تشتغل وبتصبر على الرغبات وبتصبر على مغريات الحياة، فبتقعد تلاقي بعد فترة الحاجات الفلوس اللي هم جمعوها في الفترة دي وتنازلوا عن الرغبات بقى معاهم من المال ده أضعاف، ومالهم عمال يكبر ويكبر. أما الناس اللي بتنزل تشتغل وبتصرف فلوسها أول بأول وبتصرف فلوسها على الرغبات بيرجعوا لنقطة الصفر، يقعدوا يبصوا للناس دول، ده بصوا دول محظوظين واحنا لأ.